بعدين نخش في التفاصيل اللي في الديتيلز. كابتننا الكبير كابتن اسماعيل يوسف. كابتن اسماعيل اهلا وسهلا بيك. مساء الجمال منور ايه؟ ربنا يخليك. الحمد لله. كابتننا الكبير كابتن هاني رمزي يا مساء الجمال. مساء الفل يا هيم. كل سنه وانت طيب. حاجه طيب ومنور الدنيا كلها ومشرفنا دايما. حبيبي يا هيم. كابتن سيد معوض ابو الكباتن مساء الجمال. مساء الفل يا هيم. بركه غزال زي الفل الحمد لله يا رب دايما. اخطر خطير كابتن احمد عيد. مساء الفل يا حبيبي. ابو الكباتن حبيبي يا هيم. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا رب يعيد عليك وعلينا بخير يا رب دايما في افضل حال كده وسعاده. نقدر الرياضيين الكبار المحترمين استاذ ابراهيم المنيسي. ازيك يا استاذنا؟ ازيك يا هيم؟ كل سنه وانت طيب. ايه وحضرتك طيب؟ كله زي الفل؟ كله تمام. استاذنا ونقدنا الرياضي الكبير استاذ احمد الخضري مساء الجمال. حبيبي منور. بارك ايه؟ زي الفل الحمد لله. رب دايما. ازيك يا دارش؟ يا كابتن. بارك ايه؟ نعم والله. كله حلو؟ كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب. عمو حسن. حبيبي يا كابتن. بارك يا عمو حسن. كل عام وانتم بخير. وانت طيب يا عمو حسن. حبيبي يا كابتن. طيب عندي اخبار كده سريعه مهمه جدا جدا عشان اعيشك جوه الاجواء، لانه واضح انه خلاص احنا بنتكلم في فتره مهمه جدا بالنسبه للانتقالات وخاصه في النادي الاهلي. فخليني اشرح لك بالظبط ايه اللي بيحصل في النادي الاهلي، واخدك في رحله كده مهمه جدا جدا تفهمك مجريات الامور فيما يتعلق بالصفقات. خلينا الاول نتكلم على الاستراتيجيه، كيف يفكر الاهلي، ثم اخدك للاسماء ويلا نبحر بقى ونروح ونشوف الاسماء ونشوف الدنيا فيها ايه وتفاصيلها ايه. سكه ودغري، الاهلي ادرك ادراكا لا شك فيه بعد كاس العاصمه وبعد كاس مصر ان هناك فوارق كبيره جدا جدا. هذه الفوارق تتسع ما بين الاساسيين والاحتياطيين، وبناء عليه التحرك سيكون كالتالي. الاهلي لا يتحرك الان في مساله الدعم. هناك فارق يا جماعه ما بين ان انا بدعم ده اللي هو انا ايه، بجيب 3 4 لعيبه بدعم، وهناك تحرك لبناء. الاهلي اصبح متيقنا انه بحاجه لبناء فريق. الاهلي هيبني فريق مش اقل من 10 12 لعيب هيجوا على اكتر من فتره انتقاليه. يعني يناير مش اقل من 3 4 لعيبه، ويناير دايما انت محكوم بيه في الاختيارات، وانه مش كل الناس ومش كل الانديه بتسيب في يناير يعني. انما هي الفترات الانتقالات الكبيره دايما هي فترات الانتقالات الصيفيه. وبناء عليه تحركات الاهلي هي تحركات على اكتر من مرحله، ليست على مرحله واحده. ده عشان بس انا بقول لك المعلومه، يعني انا بقول لك معلومه، انا بعيشك جوه التفاصيل. خلاص؟ دي الاستراتيجيه اللي الاهلي بيتحرك عليها. طيب ماذا عن الاسماء؟ خد عندك يا سيدي، بالعمري ده خلصان، يعني بالعمري ده خلصان بس ما فيش توقيع. يعني ايه؟ يعني لحد اللحظه ما فيش ورقه، ما فيش حاجه توقعت، بس كل الاتفاقات تقدر تقول ان هي خلصانه. الاهلي دلوقتي قصته مش في الباك ليفت، لان هو يعني شبه الموضوع ده خلصان بالنسبه له بالعمري. الاهلي دلوقتي بيفكر في قلوب الدفاع. التحركات تبقى عامله ازاي؟ تحرك ما بين اسماء كتيره جدا والاتجاه اكتر للمحلي، لانه هيبقى دايما بيتحرك في الحته ديت. ده لسه لحد دلوقتي في مجموعه من اللاعبين، ودي نقطه مهمه جدا جدا. الاهلي مش هيقوم يعني مش هيمشي لعيبه غير لما يبقى ضامن المجموعه اللي جايه. لانه يعني مش هتصحى الصبح تبص تلاقي في 6 7 8 لعيبه ماشيين ولسه ما جوش لعيبه مكانها. الاهلي هيجيب ويضمن ويتفق وبعدين يمشي وهكذا، عشان تبقى الامور ما يقعش الاهلي في خطا زي ما في مره مشى شريف فما لقاش بديل لشريف فقعد يدور حواليه، وكانت قصه ما يعلم بها الا ربنا. ماشي كده؟ طيب بدايل اللي الاهلي بيتحرك فيها المحليه في مركز المساك، هادي رياض بتروجيت، الاثنين الجزارين عمرو الجزار ومحمود الجزار، وفكروني كده اسم وخالد صبحي. دول الاربعه اللي الاهلي بيتحرك فيهم، الاختيارات اللي قدام النادي الاهلي بيتحرك فيهم. مفيش توقيعات، انا ما بتكلمش على توقيع، بقول لك هو بيتحرك في ايه. بالعمري انا قلت لك مخلص كل حاجه. ده على الصعيد ده. الاهلي يتحرك ايضا في مهاجم اجنبي خلال الفتره اللي جايه ديت، في تحركات كتير، وكان في تحركات كتير ومن 3 4 شهور، وهناك ترشيحات كتيره والناس بتشتغل، وكابتن محمود الخطيب بيشتغل، والاستاذ ياسين منصور بيشتغل، والكابتن سيد عبد الحفيظ بيشتغل. وليس صحيحا على انه ما فيش شغل بيحصل في النادي الاهلي، وهذا كلام ليس صحيحا، وانه ما فيش حاجات بتتعمل فيه. بس مثلا هتلاقي لعيب انت كنت عايز تروح تجيبه، اللعيب بتاع صربيا ده يخلص بكام؟ ب 400 500 الف دولار مش اكتر ولا اقل. فالناس بتروح تتكلم مع الناس تبص تلاقيه راح ضارب لك في 3
مليون دولار ولا 3 مليون يورو وهو لا يستحق هذا الرقم، فبتقوم واخد بعضك وراجع. في اسماء تانية انتشرت انتشار النار في الهشيم وهي ليس لها اي اساس من الصحه. يعني دياباتيه ده الاهلي ما فتحش معاه حاجه، الاهلي رسميا ده اللي هو يعني مسؤول رسمي ما فتحش معاه اي حاجه خالص. فانا عارف انه الناس احيانا لما بيطرح اسم كبير بالحجم ده الناس بتضطر تروح، فسقف الطموحات بيعلى، فبترجع تاني. هو الاهلي ما خلصش ليه؟ عشان اصلا الاهلي ما فتحش الاسم ده، ما راحش ناحيه الاسم ده، وهكذا امور كتير جدا جدا. قصه ديانج ايه عشان حضرتك تبقى عارف؟ قصه ديانج الى الان لم يحدث اي اتفاق مادي حقيقي ينهي مساله تجديد ديانج لحد اللحظه اللي انا بكلمك فيها. اتفاقات ماديه 1.5 ولا 1.25، اصل هو جاي له من بره 2.5 والوكيل بتاعه بيضغط. انت لسه في نفس الحته ديت عشان بس حضرتك تبقى عارف، ما فيهاش جديد. انا اقول لك يعني في كل ملف هقول لك الصح فيه ايه، واقول لك الحقيقه ايه، واقول لك الواقع ايه. الاهلي عنده مشكله دلوقتي في فكره انه ديانج ممكن يمشي في اي وقت. موضوع حامد حمدان عمل ازمه جماهيريه كبيره جدا جدا، لان الناس تخيلت انه حامد حمدان جاي وما حصلش في الاخر، لكنه في الاول وفي الاخر الاهلي يتحرك برضه في نفس الملف ده. تاني وتالت، الاهلي بيفكر في مساله البناء وليس في مساله الدعم. مفيش فيستون مايلي، مفيش منه يعني برضه عشان نجيب من ابو اخر، برضه مفيش منه خالص. اشرف داري وجراديشار الاثنين الاهلي عايز يقول لهم بوسه وحضن وسلام عليكم، لانه الناس بتاخد ارقام ما بتأديش بالشكل المناسب. داري لعيب كبير بس الاصابات عطلته كتير جدا جدا، وبالتالي الاهلي يسعى لانهاء بقى نشوف هيسوقوا ويخرجوا للاعاره ولا الدنيا هتمشي ازاي، لانه في الاول وفي الاخر داري على ما عرفت انه الاهلي عايز يمشيه، قال لك اديني بقيه عقدي كله. فهنتكلم بقى ويروحوا يجوا مع بعض لسه في القصه ديت. دي القصه. في لعيبه كتير هتمشي من النادي الاهلي واعلم بعض من هذه الاسماء، بس انت هنا ما بتقولش ليه، او انت هنا ليه؟ لانه مساله الاسماء الراحله تتغير بين حين واخر. انا مش عايز اقع في التركايه دي بصراحه، يعني اللي هو ممكن مدير فني يشوف تمرينه حلوه يقول لا الاهلي يجي وهو مطلعه يكتشف انه ملوش بديل فيقوم مقعده. في حاجات كتير جدا انت بتقابلها، دي القصه كلها بتفاصيلها في النادي الاهلي. عندكم خناقه كبيره قوي يا استاذ ابراهيم، عندكم خناقه كبيره قوي. مش خناقه ولا حاجه، ده كل اللي انت بتتكلم فيها يا ابراهيم طبيعي جدا ووارد جدا في الانديه الكبيره. انت عندك بعض الاحتياجات الاساسيه. ملامح بطرف عيني وانا بقول الاهلي يحتاج الى بناء فريق. شايف الكابتن اسماعيل؟ ايوه ننتحر احنا طيب. حاسه يعني عايز هو مش عايز يبوظ لي الخبر، بس اللي هو ثانيه واحده. انا سايبك علق. انت بتقول ايه؟ انتوا بتقولوا ايه؟ يا كابتن. لا هو طبيعي الفرق الكبيره دايما بتبص للثلاث اربع سنين اللي جايين، وبصينا للنادي الاهلي خلال الثلاث اربع سنين اللي جايين. النادي الاهلي ماشي في الخطه تقريبا اللي انت بتتكلم فيها، في بعض المراكز الارجنت، يعني مراكز مستعجلين عليها بشكل كبير. وطبيعي جدا من الشكل اللي باين ان في تجديدات على مستوى التيم كله. بتتكلم على السكواد كله، مش على الناس الاساسيه تيجي الدعم في شهر يناير ويكون ليها دور يعني. فكل اللي بتتكلم فيه مظبوط، وانا شايف ان النادي الاهلي بيشتغل بشكل كبير جدا، مش واقف. ودايما اصعب حاجه، وانا اشتغلت الشغلانه ديت، اصعب حاجه هو شهر يناير. شهر يناير دايما الانتقالات بتبقى فيها صعبه جدا. ياما اتكلمنا مع لاعبين وكانت الاسعار بتتكلم في اكس، الدنيا بتروح النادي الاهلي بيتكلم على فلان، من هناك بتطلع بعض الاخبار، فبعديها باربع خمس ايام، بعديها بست ايام بنتكلم وبنتفق خلاص يا جماعه لا ده احنا عايزين اكس واي، بعدين اكس واي زد. طمع. ما هو بالنسبه له شهر يناير لو لعيب كويس، لعيب بروفايل كويس، فهو النادي بيستفيد منه. بس هو عايز عرض كبير. فلما بيتكلم على النادي الاهلي لا احنا عايزين اكتر. صحيح. فدي خطوه ممكن الناس مش شايفاها فبتعطل الدنيا شويه. الحته الثانيه ان انت بقى بتبني كمان للمستقبل بشكل اكبر، هتعتمد على لعيبه لازم يكون سنها لان هو كاس العاصمه وكاس مصر بينت انه طبيعي. خد بالك كمان في حته كمان، معدل الاعمار في النادي الاهلي كبير مش صغير. نجوم الاهلي بتتكلم فيها في 31 32، تريزيجيه بتتكلم على تريزيجيه، ياسر ابراهيم. فالمعدل اللي هم نجوم الفريق اللي صلب الفريق. محمد هاني داخل في ال 30. انت بتتكلم على عناصر مهمه جدا في الفريق ملهاش بدايل واضحه، واعمار سنيه بدات تعلى. فانت لو استنيت لفتره لسه قدامنا لا هتقع في مشكله.
فالنادي الاهلي شغال الحقيقه في ملفين، ملف الارجنت، المراكز اللي المدير الفني عايزها دلوقتي في يناير، وبيبني لشهر يونيو وما بعديه كمان، على اساس يبقى عنده سكواد تقريبا كمان سنه ونص، متوسط اعماره 25 26 سنه. كابتن اسماعيل، هو اللي بيبني هنا بالنسبه للنادي الاهلي، اللي بيبني مجلس الاداره ولا بيبني المدير الفني؟ كلاهما معا يعني، ده لا، عمل هو مجلس تنسيق. الاداره عمل تنسيقي يعني. شايف لا، رؤيه بالتنسيق يا صاحبي. عمل تنسيق مؤقتا، لان حتى المدير الفني مش ضامن مكانه ايوه لفتره السنه ونص اللي هو العقد بتاعه. اكيد. دي نقطه. الحكم على اللعيبه انا شايف ان هو ظالم، خصوصا في كاس الرابطه بالنسبه للقطاع الناشئين في الناديين. انا شايف ان هو ظالم، لان حتى كلنا لما طلعنا، وسيد وهاني واحمد، طلعوا في وسط فرقه وفي لعيبه مش بتتكلم موجوده. بس على الناشئين، خد بالك انت بتتكلم وبرضو على مجموعه اللعيبه من ما الاخر بيلعبوش برضه اللي اخذت فرص. معلش يا كابتن اسماعيل، الفرص. أنت نجم كبير قوي يا كابتن اسماعيل في الحته بتاعت الكوره ديت. هي الكوره بتاعت فرصه واحده. معلش يعني انا لما اكون لعيب بديل انا محتاج نص فرصه. انا لما اكون دلوقتي عندي المدير الفني بتاعي بيديني فرصه العب في كاس مصر، وكان مريحني الماتش اللي قبليه وبيقول لي انزل العب يلا وريني اللي عندك، ودي فرصه هركب مكان اللي مش موجود دلوقتي، وهلاقي لنفسي مكان في السنه اللي جايه، وانا سواء عقدي بيخلص لو ما ركبتش الفرصه دي باي باي بقى، انت بتلعب في النادي الاهلي برضه. بالظبط. في لعيبه زي اتفقت ما انت معايا؟ قلت اشتريت معدل مني؟ الاعمار. اشتريت معدل الاعمار بالنسبه. ابيع لك الفكره حلوه تشتري. انما الحكم على اللعيبه على قطاع الناشئين، انا شايف بالنسبه للفرقتين ان الزمالك والاهلي لا حرام، لان هم حطوهم في ظروف صعبه جدا، ولاعبوا 11 لعيب صغيرين مع بعض. كلنا طلعنا في وسط اللعيبه الكبار، فخدنا ان احنا نقف على لا رجلنا. بس في كذا لعيب كويسين، في لعيبه منهم كويسه، هياخدوا. ما ده من ضمن الخطه اللي حاططها النادي الاهلي بالنسبه له الاربع سنين اللي جايين. فهيبقى محتاج 4 اماكن. انا شايف ان هو محتاج 4 اماكن، سنتر فيرود وباك رايت وباك ليفت وسرد باكين، او 5 اماكن. ده اللي على السريع، لان عشان ينافس في جميع البطولات لازم يبقى فيه عنده المراكز دي، وفيما بعد بصه ونظره لتحت القطاع الناشئين مع الزمالك تطويره. محتاج ايه؟ الزمالك محتاج، خلي بالك نادي الزمالك في بدايه الموسم مش كويس جدا. محتاج كام لعيب؟ محتاج برضه في حدود 6 7 لعيبه. 6 7 لعيبه طبعا، بس هو حاليا في الوقت الحالي، بس على المدى بيتكلم على المدى بقى، على المدى البعيد لا، لازم في تطوير، ولازم يعني في جزء كبير من قطاع الناشئين يطلع هم يطلع فوق 2، لان انت خلي بالك انت محكم برضه ماديا مش احسن حاجه. فلازم البصه انا ما افتكرش ان انا عشت اصعب ظروف مر بيها نادي الزمالك. لا، الظروف اللي احنا فيها، لا ما شاء الله، لان في ايقاف قيد، وفي يعني في مشاكل كبيره جدا، في ليها اولويات اكتر مع وجود الفرقه. اصبح تدعيم الفريق، تخيل اصبح تدعيم الفريق مشكلة. وانك تجيب مدير فني رفاهيه. بقت رفاهيه. تجيب مدير فني على الرغم ان الجهاز فيه صح ولا ثلاثه بتكلم غلط؟ اجانب. الجهاز موجود فيه 3 اجانب. يعني ان انا اخدوا دول. ادير الفتره اللي جايه بمين؟ لغايه دلوقتي نادي الزمالك ما فيهوش مدير فني، دي مصيبه كبيره جدا. صحيح. كابتن سيد، خلينا نسمعك في موضوع صفقات الاهلي، بتشوفها ازاي؟ اكيد النادي الاهلي محتاج، بس انا نفسي يبقى فيه بلان واضحه. يعني زي ما بيتكلم الكابتن هاني بالظبط، ان انت لازم تحدد اولوياتك. يعني انت النهارده بتتكلم في 3 4 سنين، 3 4 سنين، حدد الاماكن اللي انت هتجيب فيها، حدد اللعيبه الصغيره اللي هتكمل معاك، حدد صفقاتك. انما انا مش عايز نمشي في نفس الدايره، ابدا اجيب لعيب من نادي صغير موجود في الدوري واجي امشيه بعد 6 شهور ارجعه النادي تاني، واجيب لعيب تاني وافضل ماشي في نفس الدايره دي 2 3. لازم يبقى عندك حلول من ناحيه اللعيبه الاجانب. لازم اللعيب الاجنبي لو مش هيلعب على اللعيب المصري وفرق المستوى يكون كبير ما يجيش اصلا. يعني ما تحطش في قائمتك لعيبه اجانب احسن طالما هم مش هيعملوا الفارق معاك. يعني هضرب مثل بعلي معلول. علي معلول قعد 5 6 سنين في النادي الاهلي، صح. لعيب اجنبي كان فارق معاك بشكل كبير جدا. هي النوعيه دي اللي تكمل معاك، وهي دي اللي لازم تفضل معاك، ودي اللي لازم تجيب بيها. نتكلم على اللعيبه المصريين حاليا او النادي الاهلي، لازم هيجيب فيرود، ده طبيعي جدا. لازم يجيب فيرود او ممكن يجيب 2 كمان عشان تقدر تكمل في البطولات بتاعتك. سيرد باك او 2 برضو لازم هتجيب، ده طبيعي جدا. باك ليفت، لان واضح ان الراجل ما عندوش قناعه كبيره، الراجل حاطط فيها دلوقتي شكري وحاطط كوكا وكوكا ممكن يمشي خلال يناير، فبرضو لازم هتجيب لعيب في المكان ده. بتتكلم على نص الملعب، ديانج لو مشي برضو لازم هتجيب لعيب في الحته دي. فالاماكن دي اولويه بالنسبه لك، بس الاهم من كده ان انت يبقى عندك بلان اللي بعد كده. ما نجيش مثلا بعد 6 شهور نبدا
نقول النادي الاهلي بيفكر في الصفقات، هو ايه اللي بيزعل جمهور النادي الاهلي وايه اللي بيخليه يهيج كل شويه؟ تلاقيه بقى ضغط كبير جدا ان هو بيبدا مثلا ايه في شهر 12 يسمع. بس بقول لك ايه، جمهور الاهلي ذكي، بيعرف يتعامل مع ادارته كويس وبيعرف يجيب منها ال 100%. طبعا يعني بيقرص القرصه بيقوم جايب بين شرقي في بين رمضان في بين كل حاجه، فاهم؟ بين كل كل الناس اللي بيقرص القرصه في وقت يقوم شادد كله. يعني ايه اللي بيخلي الناس تسخن قوي؟ ان هو بيفضل يسمع الصفقه دي جايه، الصفقه دي جايه، 5 6 صفقات، ويجي في الاخر بس برضه للامانه، في اسماء والله الاهلي ما بقى، والله انا ببقى عارف حتى انا اقول لك على والله حاجه، الأهلي ما بقى انا هقول بيتكلم. حاجه بس هتبقى ضدي شويه. اليوتيوبرز اللي حوالين النادي الاهلي بيطلعوا اخبار كتير، كل واحد لازم عايز يعمل سبق فيقول ابراهيم جاي النادي الاهلي، الكابتن هاني جاي النادي الاهلي، الكابتن اسماعيل، فده بيعمل ضغط كبير جدا. يا سيد دوت بيضر النادي، يعني هو بيضر النادي يا كابتن، مش ساعات هو بيضر النادي، مش ساعات، هو معظم الوقت بيضر بصراحه. يعني الصوره دي مثلا لو النادي الاهلي بيتكلم على لعيب اكس مثلا في اي دوري ويطلع يقول الكلام ده، النادي الاهلي بيتواصل، الكلام ده بيوصل، الكلام ده يعني ايه الميزه في السبق؟ يعني ايه الميزه ان انا قلت ابراهيم جاي؟ ما اقدرش انا، خد بالك انا هقول لك على حاجه بامانه، انا ما اقدرش الوم على اي حد بيحاول يشتغل شغله يجيب خبر بس يكون صح بالظبط كده، بس لكن انا ما اقدرش الوم على اي حد يجتهد.